السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم واحد المخمر كيجي زوين معمر ولا بطبوط معمر، يعني كيجي زوين بزاف بزاف، حشوه اقتصاديه متناول الجميع اخواتاتي. دابا ما نطولش عليكم، غادي ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. وما نساوش اخواتاتي، اول حاجه ما تنساونيش باللي لايك ديالكم واشتركوا في القناه اللي اول مره كيشوف قناتي. مرحبا بكم، الف مرحبا. اشتركي وفعلي الجرس باش يوصلك اي جديد ديالي. كيف كتشوفوا كيجي زوين بزاف بزاف. دابا غادي ندوزو المراحل والطريقه. فرجة ممتعة خواتاتي. اول حاجه خواتاتي عندي 3 زلايف ديال الفورس. بالنسبه خواتاتي الطحين ديال الفينو ما متواجدش عندي، المهم تواجد عندي غير الفورس، ولكن راه كيطلع به زوين. الفورس النوعيه ديال جيده اللي خاصه بالحلويات. هنا عندي حد 3 المعالق كبار، نص كاس ديال زيت المائده، وعندي حد 2 معالق ديال الخل، عندي معلقه سكر سنيده، والملحه على حسب الذوق اخواتاتي، وواحد المعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، خميره المعجونه ولا الخميره حبيبات. صافي غادي نخلط هالنواشف بحال هكذا كاملين، وغادي نضيف الزيت، وغادي نبسس داك الزويته مع داك الدقيق باش كيجيني ما يجينيش مدقص، يعني ما كيجيش كيف يقولوا انتي ملي كتجبدو يعني كيجي معقد، عاد كيف ما يجيش زوين الصراحه. ولكن ملي ادير له هاد الطريقه ديال البسو كيجي فتي. هذاك ما عرفتش كيفاش نشرح لكم الطريقه كيفاش يكون، يعني الا ما بسستوش الفرص ديالكم بالزيت. ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، يعني كيجي بحال لاستيك، فهمتوا اخواتاتي؟ صافي دابا درت الخميره ودرت حد 2 معالق ديال الخل. بالنسبه للخل حتى هو كيزيد يعطينا الطراوه لداك المخيمرات معمرين ولا بطبوط معمر. وغادي ندير الماء دافي، بطبيعه الحال ضروري الماء دافي، وغادي نخلط كيف كتشوفوا. نخلط غير شويه بشويه، وانا كنضيف الماء. ضروري ندلكو البطبوط ديالنا خواتاتي، راه كيبغي يدلك شويه ضروري باش يندمج لنا الخليط ديالنا. ونخليوه، ما خليوهش قاصح وما خليوهش خفيف، يكون مندمج، يعني ما خفيف ما ثقيل. كيف كتشوفوا انا راني درت الرشه يعني خفيفه كيف كتشوفوا، ولكن غادي نجمع مع عندي الفرص النوعيه خاصه بالحلويات كيجي بها زوين الصراحه. هذا البطبوط هذا كيجي رائع. غادي تشوفوه في اخر فيديو، غادي تشوفوه وغادي تحكموا عليه بحشوه اقتصاديه. راكم عارفين اخواتاتي راحنا نمشيو مع الاقتصاد على هاد الغلا اللي طحا دابا من بعد ما جمعت العجينه ديالي كيف كتشوفوا راه شدت راسها، نفس الوقت راها خفيفه هانتوما تشوفوا، يعني كتلصق في اليد، ولكن راها مدلوكه دلكتها غير هكا. دابا ندير شويه ديال الزيت، الزيت العاديه زيت المائده، وغادي ندلكها شويه، يعني ندابج بحال هكذا. شويه ديال البنيه الا كان شي بنيه خواتاتي، ها نتوما تشوفوا راه ما كتلصق ما والو، ومدلوكه العجينه ما شاء الله. ضروري ندلكو العجين ديالنا شويه. وإلا كان عندكم العجانه تقدروا تضيفوه في العجانه. انا الصراحه العجانه ما متواجداش عندي وما عنديش نكذب عليكم اخواتاتي. صافي غادي نخليه حتى يختمر ونرجع معاكم. دابا اول حاجه غادي ندوزو باش نديرو الحشو ديالنا. عندي الكورجيط ولا القرعه الخضراء، عندي 2 حبات، عندي 4 ديال الجزر قطعتهم على هاد الطريقه هكا طوال، والفلفل نفس الشيء تا هو قطعته في الهشوار هما، والقرعه والبصله حتى هي جوزتها في الهشوار، يعني يكون مقطعين رقاق. عندي شويه د الملحه، شويه سكين جبير، شويه ديال
الخرقوم وشويه يبزار، يعني مفيهاش كثرة العطريه ولا. صافي دابا درت المقلاه ديالي على البوطه، وفي هاد المرحله هذه انا راني دايره الحريره ديالي طيب. دابا نشاركها معكم، يعني درتها طيب، يعني ما دايرها شحال من مره معكم في القناه، قلت بلا ما نشاركها معكم. دابا تتوجد غادي نشاركها معكم تشوفوها. صافي درت شويه ديال الزيت وغادي نخليها وانا كنخلط كيف كتشوفوا غير شويه بشويه. وغادي ندير واحد المعلقه، راس معلقه ديال الهريسه، ما نكثروش على حسب الوليدات. وصافي يعني الا كانت حاره بزاف ما تكثروش، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش تفاداوها. صافي غادي ندير واحد المعلقه ديال الصوجه، غير شويه، واحد المعلقه كبيره ديال الصوجه. الصراحه هاد الصوجه كتعطي واحد البنه زوينه لهاد الحشوه هذه ديال البطبوط، كتجي غزاله خواتاتي. غير جربوها، انا متاكده غادي نال الاعجاب ديالكم. عندي الزيتون مقطع حتى هو غادي نضيفو، وغادي المراحل اللي مازالين حتى من بعد عاد غادي نضيفوها بالنسبه للفرماج. وعندي شويه الكاشير. صافي من بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي وخمرات، دابا غادي ندوزو باش غادي نقطعوها. قطعوها غير قطع، يعني على حسب بغيتو البطبوط ديالهم كبير ولا صغير ولا اللي بغيتو. دابا درت شويه ديال الفينو وغادي فيه كنجمع. صافي وكندور بحال هاد الطريقه هكا غير شويه بشويه باش كيتجمع لي باش ما يتحلش. وغادي نستمر بحال هكذا حتى نسالي الكميه اللي عندي. الكميه راه ما شاء الله راه خرجت لي شي 24 حبه ولا 25 حبه بحال هكذاك، يعني كميه ما شاء الله. على حسب الفرصه خواتاتي كيزيد. والله مدعرف اخواتاتي في الماكله ما كيجيش باين ديال الفرص نهائيا، تقول كتاكلوا ديال الطحين ديال القمح، يعني كيجي فتي، كيجي غزال. صافي من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي، دابا غادي نبسطو بحال هكذا ونخلي شويه يرتاح وعاد نرجع نعمروه حتى نسالي الكميه اللي عندي. انا درت هاد الطابله هذه الصراحه انا نفعتني وجاتني زوينه للتصوير. يقدر نبقى نصور لكم على هاد الطابله هذه حسن ما ندير على البوطاجي. هاد الطابله هذه ديال الرخامه كامله. صافي من بعد ما ساليت، هانتوما تشوفوا راه معايا بنتي خدامه كتعاونني. دابا غادي ندوزو للحشوه ديالنا وغادي نبقاو نديرو كل شويه شويه في كل كويره اللي بسطت، يعني نحاولوا نمشيو كامل العجين ونبسطوه ونبقاو نضيفو باش نديرو معلقه معلقه في كل كويره، وعاد نرجعوا اللي بقى اللي شاطنا نزيدو نفرقوه على الخبيزات ديالنا باش ما يبقى لناش العجين وما يبقى لناش الحشو، يعني يجي داكشي حدو قدو. صافي وغادي نستمر بحال هكذا خواتاتي حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. ساهله الصراحه والنتيجه زوينه، غير جربوها خواتاتي. انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. انا محضرها معكم بزاف ديال المرات في القناه، وقلت معليش يعني ما فيها بس، يعني هاد الحويجات هادو كيطلبوا في هذا رمضان، ولا بد هاد البطبوط هذا راه كيتمشى بزاف في رمضان. صافي دابا من بعد ما كملت داك الكميه ديال الحشو عندي، جبت شويه ديال الكاشير حكيتو وشويه ديال الفرماج، يعني حتى هو حكيتو. كنضيف غير شويه شويه، ما كنكثرش، يعني الفرماج ما كيكثرش الكاشير، شويه شويه. داك الفرماج كيعطي واحد البنه زوينه، وحتى الكاشير الصراحه جا غزال والله العظيم الا جا كيحمق. صافي دابا بنتي كتعاونني، غادي نشد بالطريف هكا ونبقى نجمع بحكم يمسا هكذا، ونحاولوا نجمعوا ما نخليوش العجينه تكون يعني غليظه من داك الجهه. ها انتم تشوفوا طريقه سهله للمبتدئين، هما اللي تبارك الله اللي كو عارف راه عارف، يعني شي حاجه طوب الصراحه.
وغادي نستمر اخواتاتي بحال هكا تنسالي الكميه اللي عندي كامله، وغادي نرجعو باش غادي نطيبو البطبوط ديالنا ولا المخمر ديالنا، مخيمرات معمرين كل واحد وكيفاش يبغي يسميه. ايوا كي قلت لكم اخواتاتي، الله يعمل سيدي ربي يحن علينا هاد الغلاء اللي كاين دابا ديال الخضر. والله العظيم اخواتاتي بنادم تحا يمشي للسوق ما يقدرش يشري حتى شي حاجه اللي حطيت عليها يدك كتجي غاليه. الله يحسن العون بنادم المسكين. والله العظيم اخواتاتي الا نتاسفوا بنادم مسكين، لا اله الا الله محمد رسول الله راه ما بقاش يعيش. واش الفلفله كدير 300 دورو 400، داك الفلفله الحمراء وداك الصفراء كدير حتى 600 دورو 500 دورو، راه لا بزاف. والبصله عاوتاني 400 360 380. المهم كل واحد باش كيبيعها، اللي مساليه كدير 360. اي والله يعمل سيدي ربي يحن علينا اخواتاتي. وهذا مكان والله يبرد علينا، وهذا مكان بنادم مسكين يحسن عونه. بالله العظيم يحسن عونه. راه قالك كي تبغي راسك تبغي لناسك. والله بنادم راه كيف ما يفكروش راسنا والله الا كان نفكروا على الناس. صافي خواتاتي، من بعد ما درت البطبوط ديالي ساليته، هانتم الحريره ديالي واجده. واحد الحريره خواتاتي الريحه كتعطعط في الكوزينه غزاله، الصراحه كتجي رائعه. صافي دابا درت المقله ديالي تسخن وغادي نبدا نطيب البطبوط ديالي عادي. نبقى نرش شويه ديال الزويته ولا الزبده، انا نفضل غير الزويته احسن من الزبده. وكمره كنقلب بحال هكذا. الصراحه على حسب، الا بغيتو ديروا في المقله ديال الحرشه ديروا. انا بغيت ندير غير هاد المقله هذه. كطيب اخواتاتي كطيب هاد المخيمرات فحد الطياب كيجي غزال محمر على الاطراف، وكيجيو طالعين وزويونين. حسن المقله ديال الحرشه الصراحه عجبتني هاد المقله هذه، هي اللي شاركت معكم اللي شريت جرانيط. والله لا غزاله اخواتاتي اما الحقيقه. واخا تكون هي غاليه وخا غاليه زعما ما عليهاش. صافي حنا كنطيبوا حنا كندوروا وكنقلبوا القريصه ديالنا والبطبوطه ديالنا حتى تحمر على الاطراف، حتى اللون اللي باغيين نتوما. هانتوما تشوفوا انا نحيدها دابا صافي بغيتها هكا. ونكملوا الكميه اللي عندنا. انا درتها القطعه هذه حدايا هاد اللويحه، كنمشي عليها كنوز من الطابله ونمشي عليها وندير في المقلاة، ونجيب غير بانس كندهن الوجه ديال البطبوطه باش كيتحمر وكيتفسخ كتحل، يعني كتجي زوينه. ايوا هذا هو الفيديو ديال اليوم اخواتاتي. نتمنىكم ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديالي، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم اخواتاتي. وشكرا على المتابعه ديالكم. وغادي نستمروا اخواتاتي. حنا كانت زولت الثانيه وغادي نزيد الثالثه. راني درت حد المقيله عندي صغيره ديال بغرير، غادي ندعاوني حتى هي باش نكمل في الساع. الناش عجينه ما شاء الله خرجت لي كميه غزاله، لكم شي 24 حتى 25 حبه اللي خرجت لي. هاد العجنه اللي درت معاكم 3 زليفات ديال الفورس. وراه بطبوط راه كبير شويه ماشي صغير كاع، ماشي ميني بطبوط، يعني راه بطبوطه يعني ما تشوفوش هكا. راه التصوير يقدر يبان صغير ولكن راه في الواقع راه كبير. صافي من بعد ما ساليت هذا هو بطبوط ديالي، زينته بهذا بالكاشير والزيتون. راه بنتي هي اللي زينته الصراحه. نتوما تشوفوا كيجي خطير اخواتاتي. مازال سخون، راه طاحت لي من اليد ديالي والله الا سخون ما قديتش نحاديه. هانتوما داك الفرماج كيذوب وكيجي البنه ما نقول لكمش عليها اخواتاتي. غزال، غير جربوه. انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم وغادي تشكروني وغادي نخليو لكم كومونتير غزال بحالكم اخواتاتي.
وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. قدمت مع حريره، ايوا هذا هو الشباكيه اللي مشاركه حتى هي معاكم. ايوا هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، اشتراك في القناه، وغادي نقول لكم مع السلامه.